بيبدأ مسلسلنا النهاردة وبنشوف بنت بتجري وسط أهل قريتها وهي خايفة، وواضح كده إنها بتهرب من حد معين. وفي نفس الوقت بنشوف الباشا جون نازل القرية بتاعته عشان عنده تفتيش، وكان مستني في العربية بتاعته عشان يحضر الاحتفال. وقتها كانت لينا بتهرب من أهلها، وجريت على عربية جون وبتقوله: وحياة أغلى عندك انقذني، أمي بتجري ورايا وعايزة تجوزني واحد أكبر مني ومعرفوش، أنا أصلا لسه طالبة في المدرسة ومش بحبه. وكل ده وهي فاكرة الباشا جون مجرد سواق مش أكتر. وقتها جون اتعاطف معاها وفعلا اتحرك بيها قبل ما مامتها تقفشها، وبنشوف إن جون ساب احتفاله مع أهل القرية مخصوص عشان ينقذ لينا. وبعد ساعة بيوصل جون المدينة وبيكون خرج بره القرية تماماً، وأول ما بتوصل لينا بتلاقي نفسها راحت في النوم، وبتعتذر له إنها أجبرته يطلع بالعربية بالسرعة دي. وأول ما بتوصل لينا بتطلع فلوس عشان تدفع الأجرة للرئيس جون، وكمان بتديله ساندويتش وتشكره وتمشي. وكل ده وجون مش بيقول لها إنه رئيس وكمان أكبر رجل عصابات في البلد، وهي لسه فاكراه مجرد سواق على باب الله. بعدها بنشوف جون بيكلم جدته وهو متعصب، وبيقول لها: بعد كده بلاش تحددي لي مواعيد متدبرة مع بنات، لأني مش مهتم بالموضوع ده دلوقتي، ومفيش ولا بنت عجباني تبقى زوجة. وهنا بتوصل لينا وبتقابل صاحبتها سولي، اللي بتقول لها إنها هربت من القرية بعد ما أهلها حاولوا يجبروها على الجواز، وهي أصلاً مش بتفكر في أي حاجة دلوقتي غير في مستقبلها، وإنها تلاقي شخص مناسب يتجوزها. بعدها صاحبتها بتقول لها: النهاردة هجيب لك شغل وهتكسبي منه فلوس حلوة. وفي آخر اليوم بنشوف لينا بتروح تشتغل في فندق وبتقدم طلبات. وفي أول يوم شغل بتلاقي صاحبتها سولي بتبعتها أوضة توصل مشاريب لعميل كده، ولينا ما كانتش فاهمة أي حاجة، بس كان كل همها إنها تشتغل. في نفس الوقت ده كان الرئيس جون داخل نفس الفندق، ولما بيوصل بيلاقي المساعد جايب له بنات كتيرة يقدموا مشاريب عشان يسهر معاهم، وبيقول له: جدتك هي اللي وصتني إنك تتعرف على أي بنت عشان نفسها تشوف أحفادها. وبالفعل بيشرب جون غصب عنه. وبعد شوية بتوصل لينا وتشوف جون وسط البنات، وفي نفس الوقت بنشوف جون بيبدأ يجمع شكل لينا رغم إنه لسه تحت تأثير المشروب. وبعدها لينا بترفض تسهر مع جون وبتقوله: أنا هنا بس عشان أقدم طلبات، وبتسيبه وبتمشي. بعدها لينا بتروح تدور على صاحبتها وبتلاقيها سهرانة مع شخص تاني وبتشرب معاه، وبتقول لها: ده حياتك كلها عك بقى، وبتروح تتخانق مع الشخص اللي مع صاحبتها. وقتها صاحبتها سولي بتعتذر للشخص وبتقوله: معلش أصلها فلاحة ولسه جاية من الريف وما تعرفش إن ده شغلنا عادي، مش مجرد تقديم مشاريب بس. وقتها سولي طلبت من لينا تشرب مع العميل عشان ده يعتبر اعتذار، وما باليد حيلة، لازم تكسر الشر وتحافظ على أكل عيشها. وبعد شوية لينا اتخضت لما العميل حاول يتعدى عليها، ففصت منه وجريت ودخلت أوضة جون بالغلط. وحصل اللي حصل مع جون مش العميل. وتاني يوم صحت وهي مصعوقة من اللي عملته، خصوصاً لما افتكرت إنها هي اللي بدأت ودخلت الأوضة برجليها. جون بكتها بكلمتين سم وقال لها: شكلك كنتي رسمها من الأول وعايزة تدبسيني في جوازة، عملتي نمرة إنك هربانة من أهلك ودخلتي في الخطة بقلب جامد. ورمالها قرشين وقال لها: مش عايزة أشوف خيالك تاني في طريقي. لينا خدت بعضها وخرجت وهي حزينة ومكسورة الجناح، وقعدت تفتكر كل اللي حصل، وكانت حاسة بظلم يفلق الحجر. هي كانت بتهرب من العميل الغلس، ومساعد جون هو اللي فتح لها الباب. تاني يوم لينا حست بتعب وراحت تكشف، والدكتورة بشرتها وقالت لها: مبروك، المدام حامل. لينا اتصدمت وطلبت من الدكتورة تنزل الجنين، بس الصدمة الأكبر لما الدكتورة قالت لها: للأسف عندك مشكلة في الخصوبة، ولو نزلتي الجنين ده مش هتعرفي تخلفي تاني وأصلي. خرجت لينا وهي منهارة، وقابلت مساعد جون اللي بصلها بمكر وقال لها: انتي حامل ولا إيه؟ وكان طاير من الفرحة، بس هي أنكرت وسابته وجريت. المساعد اتأكد إن لينا حامل، وسولي الحرباية سمعت الخبر واتجننت من الغل، وقالت: يعني أجيبها من الأرياف في الآخر تتستت وتبقى حرم الرئيس؟ ده أنا اللي أستحق العز ده كله مش هي. وبمنتهى الندالة سولي اتصلت بأم لينا وفتنت عليها عشان تخلص منها. في الوقت ده جون عرف من المساعد إن لينا حامل، واتأكد إن في حد تاني هو اللي رعبها، وإنها دخلت أوضته وهي مش في وعيها. جون طار بيدور عليها ووصل للمستشفى، وعرف إنها مستنية دورها عشان تجهد الطفل، لإنها مش عارفة هتصرف عليه منين. لينا شافت جون واستخبت منه وخرجت وهي منهارة، وفجأة لقت أمها وأخوها بيخطفوها وركبوها العربية غصب عنها. جون كان قالب الدنيا عليها، وهي حاولت تصوت وتستنجد بيه، بس للأسف ما شافهاش وهي متكتفة جوه العربية. لينا وصلت بيت أهلها ولقت أمها بتجبرها تتجوز واحد تاني خالص، وقالت لها: إحنا لبشنا المهر بتاعك عشان نجوز أخوكي العاطل معايق ده. لينا صرخت فيهم وقالت لهم: أنا حامل، الكلام ده مش هينفع،
بس أمها اللي ما عندهاش ريحة الدم قالت لها: يا قلد أمك، تعالي نروح المستشفى ننزله، اسمعي الكلام وتجوزي المعلم صنعة. ولما لينا رفضت كانوا هيجبروها تجهد الطفل بالعافية. وفي اللحظة دي جون عارف مكان العربية اللي راحت على الأرياف، فخد طيارة خاصة هو وعصابته ونزل بيهم وسط الزرع، أصل دي أسرع طريقة يلحقها بيها. في نفس الوقت المعلم صنعة كان بيحاول يعتدي على لينا، وهي حاولت تهرب منه بكل قوتها، ولما قفلت في وشها قررت ترمي نفسها من فوق المبنى وتخلص من حياتها. بس جون وصل في الثانية الأخيرة، مد إيده وخطفها وأنقذها قبل ما تنهي حياتها هي وابنه. لينا تعبت من الصدمة، وجون طار بيها على المستشفى عشان يطمن عليها هي والجنين. وبعد شوية صحت ولقت جون جنبها. قالت في عقل بالها: أكيد بيعمل كده عشان ابنه بس المفاجأة إن جدة جون دخلت عليهم وهي بترحب بيها وقالت لها: خلاص يا حبيبتي، اعتبري نفسك بنتي زي جون بالظبط. لكن لينا برضو لسه قلبها مقبوض وبتحاول تخلع وتهرب منهم. بس على مين؟ المساعد والحرس قفلوا عليها كل السكك ورجعوها قصر جون غصب عنها عشان خايفين عليها وعلى ولي العهد. أول ما وصلت جون بصلها وقال لها: القصر ده كله ملكك انتي وابن اللي جاي في الطريق. مش بس كده، ده اعترف لها إنه وقع في حبها من أول مرة شافها فيها وهي بتطلب المساعدة. ده حتى والدة جون قعدت تتسير معاها وتقول لها: يا بنتي ده ابني عمره ما نطق مع بنت أصلا طول حياته، شوف انتي بقى عملتي فيه ايه وخليتيه يعترف بحبه قدام الكل كده ازاي. وبعد شوية الجدة خدت لينا وفسحتها ولفت بيها على أحدث ماركات الفساتين. ده جابت لها المدرسين لحد عندها في القصر عشان الهانم مش هينفع تنزل تروح المدرسة في الظروف دي. جون بقى مش مخلي نفسها في حاجة، أول ما يلمح عينها جات على حاجة يجيبها لها فوراً. وفي آخر اليوم لينا كانت هبطت من كتر اللف والشراء. وقتها الجدة حبت تعمل فيها حما وطلبت من جون يشيلها. جون اتكسف ووشه جاب ألوان وقال: يا ماما أنا الرئيس، مش هينفع أشيلها قدام الحرس كده. لكن في الآخر نفذ أوامر الحكومة الجدة طبعاً وشالها لحد ما دخل بيها البيت. وفي آخر السهرة قعد يدلعها ويشكرها إنها غيرت حياته بجد. تاني يوم الصبح لينا صحيت لقت المفاجأة، صاحبتها سولي قاعدة مع الجدة وبكل بجاحة. لينا قالت في عقل بالها: إيه اللي جاب الفقرية دي هنا؟ وعرفت إن سولي قدمت على وظيفة مربية عشان تفضل مزروعة في القصر وتنتقم من لينا، وقاعدة تمثل دور الخدامة المطيعة. بس لينا مش هبلة، هي فاهمة صاحبتها كويس بعد ما ورطتها مع العنيل وشربتها المشروب المشبوه، وقررت تسيرها لحد ما تكشفها. في ليلة جون رجع سكران ومش مركز. سولي قالت: بس هي دي الفرصة، أنا لازم أكون سيدة القصر بدل الفلاحة دي. دخلت سولي أوضة جون ولسه بيتقرب منه لينا دخلت عليهم كبستهم وقالت له ببرود: اطلعي نظفي المطبخ يا شاطرة، دي مش شغلتك. وطردتها ودخلت هي لجون. سولي كانت هتطقت من الغيظ وقالت: والله ما أنا سايباكي يا لينا المرة دي. راحت سولي كلمت أم لينا واتفقوا يبعتوا لها دواء يسبب إجهاض عشان تتخلص من الجنين، وبكده تخرج بره العيلة تماما والأم تجوزها على مزاجها. تاني يوم سولي عملت وجبة مخصوص للينا وحطت فيها السم اللي ينزل العيل، ولينا لسه هتاكل دخل جون وفي إيده أكل يجنن وقال لها: إيه رأيك يا حبيبتي تدوقي الأكلة دي من إيديا؟ لينا سابت أكل سولي المسموم وأكلت من إيد جون وهي بتضحك، وسولي كانت واقفة وراهم هتفرقع من الغيظ لأن الخطة باظت للمرة الألف. سولي ما يأستش، كلمت الأم تاني وقالت لها: الخطة فشلت، اتصلي ببنتك ومثلي عليها دور الأم الحنينة اللي ندمانة وعايزاها تزورها، وقولي لها تجيب معاها فلوس حب تربيتها السنين اللي فاتت. وطبعا لينا أول ما سمعت الكلام ده الدنيا سودت في وشها وبقت متضايقة لآخر درجة. وبتلاقي سولي الحرباية بتمثل الحنية وبتقول لها: يا بنتي دي أمك وبتحبك، وأنا هروح معاكي بنفسي نوصل المبلغ ونرجع سوا، مفيش أي قلق خالص. لينا بلعت الطعم واتصلت بجون وطلبت مبلغ كبير وقالت له هديهولهم ومش هتشوفي وشهم تاني، ورفضت تماماً إنه يروح معاها. وفي آخر اليوم لينا وصلت بيت أهلها ومعاها سولي، وهناك لقت الأم القاسية قلبت وشها وعملتها بأسلوب زي الزفت. خدت منها الشنطة وخرجتها بره وقالت لها: انتي هتعيشي هنا غصب عنك. بس الصدمة لما أخو لينا فتح الشنطة لقاها مليانة ورق كراسات مش فلوس. وقتها لينا ضحكت بانتصار وقالت لهم: العبوا غيرها، أنا كشفاكم من الأول، وسمعت سولي وهي بتتفق تخلص على ابني، وكنت متفقة مع جون إنه يبدل طبق السم بطبق تاني من غير ما حد يحس عشان أشوف نهايتكم إيه. وفجأة جون كبس عليهم بالرجالة وأنقذ لينا قبل ما أهلها يتهوروا عليها. لينا بصت للست اللي ربتها وقالت لها بوجع: هو أنا بنتك فعلاً؟ أصل دي مش عمايل أم مع ضناها. والحقيقة كانت صدمة للكل، لينا طلعت مش بنتهم أصلاً،
الست دي خطفتها وهي لسه مولودة في المستشفى. طبعاً جون ما شافش قدامه، كسر رجل الست وابنها عشان يتربوا، وأجبر سولي تاكل نفس الوجبة المسمومة اللي كانت عاملاها لينا. رجعت لينا القصر مع جون وخدوا خصلة من شعرها وعملوا تحاليل DNA عشان يوصلوا لأهلها الحقيقيين. وبعد يومين ظهرت سيدة أعمال مليارديرة اسمها شو، والتحاليل أثبتت إن لينا بنتها اللي ضاعت منها. بس يا فرحة ما تمت، الست شو طلعت حما مفترية وعاملت جون بقلة ذوق وقالت له: انفصل عن بنتي فوراً، بنتي دلوقتي أغنى منك ولازم تتجوز رجل أعمال يليق بمقامها، والطفل اللي في بطنها ده إحنا اللي هنربيه ومش هتشوف وشه. وبدأ شغل الحموات بس على مية بيضة. لينا راحت تزور قبر أبوها الحقيقي اللي مات من حزنه لما اتخطفت، وكان جون وأمها معاها، بس كان في عين تانية مراقباهم بشر، وهي هوعان. هوعان دي تبقى البنت اللي الست شوت بنتها لما لينا اتخطفت، وطبعاً كارهة رجوع لينا اللي هتاكل عليها الجو. دخلت هوعان بتمثل الحب وقالت للينا: أنا أختك حبيبتك، وبخبث قالت قدامها: أنا شفت جون قبل كده في مالها ليلي، عشان توقع بينهم وتكره لينا فيه. وفي آخر اليوم الست شو صممت إن لينا تسيب جون وتعيش معاها عشان تكمل دراستها. وبعد خناق ومناهدة لينا راحت تعيش في قصر أمها، والكل استقبلها استقبال الملوك بالهدايا والمجوهرات، والأم قالت لها: كل أملاكي هتبقى باسمك. طبعاً هوعان كانت هتموت من القهرة وقالت: أنا اللي اتربيت في العز ده كله أطلع من المولد بلا حمص؟ الأم ما سكتش، جابت للينا عقد هدية ألماظ وقعدت تعرض عليها صور شباب لقطة عشان تختار عريس، بس لينا صدتها وقالت لها: أنا عايزة أركز في دراستي وتصميماتي وبس. تاني يوم لينا راحت الجامعة وجون هو اللي وصلها، وأول ما نزلت لقت طالب اسمه دونج بيسلم عليها بحرارة. جون نزل من العربية وهو نار الغيرة وأكلاه، بس اتصدم لما لقى لينا بتقدمه لزميلها وبتقول: ده جون أخويا الكبير. جون طبعاً لما سمع كلمة أخويا دي الفيوزات ضربت في دماغه، نزل من العربية والنار الغيرة واكلاه، وقال للمساعد بتاعه: الغي كل المراعيد اللي ورايا النهاردة، الهانم بتقول أخوها ماشي، أنا هفضل وراها خطوة بخطوة. وفعلاً جون لزق للينا زي خيالها، والغيرة كانت باينة عليه قوي، خصوصاً لما زميلها دونج قعد يحنكش ويشرح لها المحاضرة. وبعد شوية دونج حب يعمل فيها روميو وقدم للينا نسخة أصلية من كتاب لشخصية مشهورة. جون طبعاً مسكتش، خطف الكتاب من إيده وقال ببرود: أنا هجيب لك صاحب الكتاب نفسه يقعد معاكي، مش مجرد كتاب ورق. وكل ده وهو عن عينيها مش مفرقاهم، والغل بينهش فيها لأن لينا واخدة كل الدلع من الأم ومن جون. آخر اليوم جون ساب لينا في الجامعة تكمل تصميماتها، وهو خارج دونج وقفه وقعد يسأله: هي لينا بتحب إيه؟ جون رد عليه بقص جبهة وقال له: لينا مش بتحب الرجالة أصلا، فياريت تفكك منها وتشوف لك سكة تانية. لينا قعدت لوحدها تكمل شغلها، بس هو عن ما سابتهاش في حالها، دفعت فلوس لشلة بنات عشان يدخلوا يتنمروا عليها، وقعدوا يقولوا لها: يا فلاحة يا ريفية، انتي مش لايقة على العيشة دي. لينا دفعت عن نفسها وقالت: أنا أمي أكبر سيدة أعمال في البلد، بس البنات قعدوا يضحكوا عليها ويهددوها إنهم هيقولوا للمدير إنها حامل عشان تطرد، لأن القوانين مش بتسمح بحمل الطالبات. ومش بس كده، دول مسقوا اللوحات بتاعتها وقطعوها. فجأة دخلت هواعن وعملت نفسها البطلة وطردت البنات رغم إنها هي اللي بعتاهم، وقعدت تسمي لينا بدنها وتقول لها: أمك مش بتحبك، دي ما كانتش بتفكر فيكي طول السنين اللي فاتت، كل همها الفلوس والمنظر الاجتماعي، وحتى لما تبنتني نسيتك تماما، يعني وجودك زي عدمه. لينا اتقهرت ومن كتر العصبية كملت تقطيع في اللوحات وسابت المكان ومشيت وهي بتعيط. هواعن ما ضيعتش وقت، صورت اللوحات المتقطعة وبعتتها للأم وقالت لها: شوفي يا ماما بنتك بتستهتر بتعبك ازاي وبتقطع اللوحات اللي دخلتيها القسم بسببها. هواعن كملت خبثها وقالت للأم: بما إنها مش مهتمة بالدراسة، ايه رأيك نجوزها لواحد مناسب غير جون؟ وبالليل ولينا راجعة لوحدها لقت دونج واقف بورد وبيطلب ايدها قدام الكل. طبعا ده كان اتفاق بينه وبين هواعن، ولينا كانت واقفة مذهولة. وفي اللحظة دي جون كان معدي بالصدفة. جون سابهم في الأول، بس لما لقى لينا بترفض دونج دخل في الخط وقال بصوتي: رج المكان، مش عيب برضو تطلب الجواز من واحدة متجوزة وكمان حامل. جون جاله ذهول، وهواعن بخت سمها في ودنه وقالت له: لينا خدعتك ولازم ننتقم، انت تتجوزها وانا اتجوز جون، اصل جون ده بتاعي انا. جون رجع مع لينا وقدم لها كتاب تعليم تصميم وقال لها: انا كمان بحاول اتعلم زيك عشان نكون مع بعض في كل حاجة. ومن ناحية تانية هواعن ودونج جابوا بلطجي ودفعوا له مبلغ كبير عشان يعتدي على لينا ويسوق سمعتها عشان جون يسيبها وتضطر تتجوز دونج. بس جون كان أذكى، جاب لينا حرس شخصي يكون وراها في كل حتة. وتاني يوم وهي في المكتبة البلطجي حاول يدخل لها، بس الحرس منعوه. هواعن اتعصبت وقالت: ازاي خطتي تبوظ؟ وقربت من الحرس وقالت لهم بصوت عالي: انا اختها لينا، سيبوني ادخل. هواعن تمثيلها اللي يودي الأوسكار قنعت لينا إنها تخرج تسهر معاها سهرة عائلية، ولينا الطيبة وافقت. ولما وصلوا المكان لينا لقت شلة شباب قاعدين ومستنيينهم. هواعن ضحكت عليها وقالت لها:
ماما هي اللي بعتت الشباب دول عشان تتعرفي على حد فيهم. لينا حست إن الموضوع فيه إن اعتذرت وحاولت تمشي، بس الشباب ما سابوهاش وحاولوا يعتدوا عليها، وفي اللحظة الأخيرة الحرس كسروا الباب وأنقذوها، وهوعان كانت قاعدة متسلطنة وبتتفرج بمنتهى الندالة. لينا دخلت المستشفى وجون وجدته ما سابوهاش لحظة، ولما أمها جت تزورها لينا طردتها وقالت لها بلاش تبعتيلي شباب تاني. وهنا الأم اتصدمت وعرفوا إن هوعان هي اللي مألفة الحكاية دي من خيالها المريض عشان تورطها. لينا رجعت القصر مع جون وسابت أمها لوحدها، وهوعان طبعا استغلت الفرصة وقعدت تتمسكن للأم وتقول لها أنا الوحيدة اللي باقية ليكي. تاني يوم لينا نزلت الجامعة تتدرب قبل المسابقة الكبيرة، وجون عمل لقطة رومانسية ولبس يونيفورم زيها عشان يشجعها، وقعد يتعلم الرسم معاها ويحضر لها الأكل بنفسه عشان ما تتعبش، وفضل يهزر ويدلع فيها. أما هوعان الحربية فكانت مراقباهم وهتطق من الغيظ، وقالت لازم أفرق بينهم بأي طريقة. اتصلت ببلطجي واتفقت معاه على خطة خبيثة ليوم المسابقة. يوم المسابقة لينا كانت جاهزة ومستعدة، وأمها دخلت القاعة عشان تعلن إن بنتها مشاركة، بس لينا خافت من القيل والقال وقالت لها أبوس إيدك مش لازم تقول إنك أمي عشان محدش يقول إنك وسطتيني. وقبل ما تبدأ المسابقة هوعان اتفقت مع صاحبتها يبدلوا الفلاشة بتاعت لينا، ولما جه دور لينا وفتحت الفلاشة عشان تعرض شغلها الكل اتصدم. المعروض كان فيديو لينا وشخص بيعتدي عليها. القاعة اتقلبت والكل قعد يهزق في لينا ويتهموها إنها حامل من واحد مش معروف، ومدير المسابقة ششمتها وقال لها أنت جاية تفضحينا في يوم زي ده؟ لينا مسكت المايك ودفعت عن نفسها بأسد وقالت مفيش قانون يمنع إن طالبة تكون حامل خصوصاً لو متجوزة، وأنكرت الفيديو المفبرك ده، بس معرفتش تقنعهم لأن جون اتأخر عليها شوية. وفجأة جون وصل وقلب الموازين، أثبت للكل إنها مراته وإن الفيديو ده فوتوشوب ومفبرك، والمساعد بتاعه ادى العلقة التمام للبنت اللي بدلت الفلاشة والدونج كمان. هوعان لقت السكة سد فعملت نفسها زعلانة على لينا وقعدت تشتم في دونج عشان تبرأ نفسها. لينا عرضت تصميمها الحقيقي وكان فستان زفاف يخطف العين. الكل انبهر بجمالها وموهبتها وأخدت أعلى تقييم. والدة لينا طلعت قدام الكل وأعلنت إن لينا بنتها والوريثة الوحيدة، وإن أي حد هيتنمر عليها هيتمحي من على وش الدنيا، وطردت مدير الجامعة عشان صدق الإشاعة. هوعان كانت خلاص هتتشل من الغيرة. لينا خدت منها كل حاجة، ولما لينا راحت تغير هدومها هوعان جت لها بوشها التاني وقالت لها هساعدك يا أختي حبيبتي. لينا الطيبة صدقتها وراحت معاها، بس هوعان كانت متفقة مع بلطجية وخطفوا لينا في مكان مهجور. لينا فتحت عينيها لقيت أختها هي اللي خطفها. لينا اتصدمت وقالت لها انت اللي ورا كل ده؟ هوعان نزلت فيها ضرب وقالت لها بغل انت أخدتي مني كل حاجة، الحب والفلوس والست اللي اعتبرتني بنتها، مش هسيبك تتهني بكل ده. وفي الوقت ده جون اكتشف إن لينا فص ملح وداب، قلب الدنيا عليها لحد ما عرف إن هوعان هي اللي ركبت الفيديو وهي اللي خطفتها من غلها وحقدها. وبشهامة ولاد البلد جون وصل في الوقت الضايع وكسر عظم العصابة وأنقذ لينا من إيديهم. مش بس كده، ده والدة لينا وصلت هي كمان ونزلت فوق هوعان ضرب، وقالت لها من النهاردة مش عايزة أشوف وشك، أنا كنت ناوية أديكي نص أملاكي، بس من النهاردة أنا ما عنديش غير بنتي لينا وبس. وأخيراً الست شو قلبها حن ورضيت عن جون وقالت له دلوقتي بس يا جون قلبي اطمن إن بنتي تعيش معاك وتكون مراتك. وبعد شوية وقت لينا وجون عملوا فرح يحكي عنه الصغير والكبير، وخلفوا أحلى عيرين، ولد وبنت زي القمر. لينا كملت حلمها واتخرجت من الجامعة وهي شايلة ولادها وسط عيلتها اللي بتحبها، والكل كان متغدي ومتعشي ومبسوط لآخر درجة. ولحد هنا بتخلص حكايتنا النهاردة. استنوني بقى في فيديوهات وملخصات جديدة. سلام.